أهلاً بيك في قناة طور عقلك. لو دي أول مرة لك، لازم تعرف إنك وصلت للمكان اللي ممكن يغير تفكيرك وحياتك كلها. النهاردة معانا أول عادة من كتابي العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. عادة ممكن تبنيك، وممكن غيابها يدمرك. اسمها كن مبادرا. طيب، إيه يعني مبادر؟ المبادر هو الشخص اللي بياخد خطوة قبل أي حد. الشخص اللي مش بيستنى الظروف ولا الناس. اللي مش بيقول أنا مستني الفرصة. لا، هو اللي بيصنع الفرصة. ستيفن كوفي بيقول الأشخاص غير المبادرين بيعيشوا دور الضحية. دايما يلوم الظروف، الناس، الحكومة، المدير. أما المبادرين فهم اللي بيصنعوا واقعهم. خليني أقولك على مثال. اتنين شباب في نفس البلد في نفس الظروف. واحد قاعد يشتكي إن مفيش شغل ومفيش فرص، والتاني بدأ يتعلم مهارة، يطور نفسه ويدور على حلول. بعد سنة، واحد فيهم في نفس المكان والتاني سبق الدنيا. إيه اللي فرق؟ المبادرة. المبادرة معناها تختار رد فعلك. فيه ناس بتستفزك، ظروف بتضايقك. لو سبت نفسك للغضب أو الإحباط، أنت سلبي. لو قررت تهدأ وتفكر وتتصرف صح، أنت كده إنسان مبادر. بتتحكم في حياتك بدل ما حياتك تتحكم فيك. ستيفن كوفي قال المسافة بين الفعل ورد الفعل هي المنطقة اللي فيها حريتك. وده معناه أي موقف بيحصلك في لحظة كده قبل ما ترد بتقرر، هتسيب الدنيا تتحكم فيك ولا هتمسك زمام الأمور. المبادر مش بيستنى يتعلم لما الفرصة تيجي، هو بيتعلم دلوقتي علشان يصنع الفرصة. المبادر مش بيقول أنا مفيش حد بيساعدني، لا، بيقول أنا هساعد نفسي وهساعد اللي زيي. لو أنت بتفكر دايما لو الظروف اتحسنت، لو الناس اتغيرت، فأنت مش مبادر. لكن لو بتفكر أنا اللي هبدأ، أنا اللي هتغير، أنا اللي هبني مستقبلي بإيدي، فأنت بدأت تبقى من الناس الأكثر فاعلية. طيب، أعمل إيه؟ بسيطة جدا. ابدأ من دلوقتي. حدد حاجة واحدة مؤجلة في حياتك وابدأ فيها النهارده. خليك إيجابي في كلامك مع نفسك. بدل ما تقول أنا فاشل، قول أنا بتعلم وهبقى أقوى. لو في مشكلة دور على حل. لو في فرصة استغلها. لو ما عندكش فرصة أصنع واحدة. في الآخر، لو عايز فعلا تبدأ تبني نفسك، ابدأ بالمبادرة، بإنك تتحكم في تفكيرك وفي ردود أفعالك وتفكر زي الناجحين. لو أنت ناوي تبدأ، اكتب لي في الكومنتات أنا مبادر ومستعد أغير حياتي، واشترك في القناة علشان نكمل مع بعض باقي العادات. استعد بكرة العادة الثانية. ابدأ والنهاية في ذهنك. وده موضوع خطير جدا، متفوتش. ولا تنسي أن تدعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع من تحب.